السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير كده وبصحة يا رب وسلام. بص النهاردة هتكلم معاكم. ده جزء تاني من مادة العربي. هتكلم معاكم على مشاكلكم اللي انتوا كلمتوني فيها، تمام، وبعتوها لي على الفورم. بإذن الله سريعا، يعني مش هناخد فيها وقت. بسم الله. القراءة والأدب، تمام. بص احنا مش عايزين ايه مشاكل تبقى، يعني نقول المشكلة الفرع كله مشكلة، يعني مش عايزين نقولها كده. يعني أكيد المشكلة في حاجة معينة في الفرع مبوظلنا الفرع كله يعني. بص يا شباب، أنا هقول دلوقتي حاجة همشيها على كل حاجة يعني. القراءة والنصوص، أنا دايما لاحظت إن أي حد عنده مشكلة في القراءة عنده مشكلة في النصوص يعني، وده طبيعي جدا. ده طبيعي جدا يعني. ليه يا عم بقى؟ لأن أنت يعني هما الاتنين أصلا بيتحلوا بنفس الميكانيزم يعني. ف... فأنت القراءة والنصوص محتاجة منك يا صديقي العزيز تحليل للقطعة أو للنص الشعري. أنت بتقرأ النص الشعري وتقول لنفسك أنا هروح أشوف الأسئلة بتركز على ايه واحله وخلاص. مشكله النصوص، امسكها لك واحده بقى. مشكله النصوص ان النصوص ما بتعتمدش على بيت واحد فقط في كل الاسئله. تعتمد ان انت لازم تكون فاهم معظم النص الشعري، مش لازم كله، لان في حاجات ممكن يعني تهملها عادي جدا يعني. بس لازم تكون فاهم معظم النص بيتكلم عن ايه، وتحلل الكلام. تحلل الكلام مش تفهم بس الكلام، تحلل الكلام يعني تعرف ليه هنا محطوط فاصلة، ليه هنا محطوط هنا يقصد سؤال ولا جملة عادي بيقولها، ولا لازم تحلله من كل حاجة، تمام. والجزئية دي اتكلمت فيها في الفيديو اللي فات، قلت مين بيعملها كويس، ومعظم المدرسين يعني ما شاء الله عليهم يعني، تمام. ده في النصوص يا شباب. النصوص زي ما قلت لك يعني، انا ما تنتظرش مني حل خزعبلي، تمام. احنا كلنا بلا استثناء كنا في نفس المشكلة، وكلنا حلها واحد، حلها معروف. بس حلها عشان محتاج منك ممارسة يومية، فبالتالي معظمكم بيكسل. فأنا بقول لك يا صديقي، أنت اتعلم إزاي تحلل القطع وإزاي تحلل النص الشعري. ما تقرأهاش من نفسك، وما تحاولش تحللها مع نفسك. شوف مدرس بيحلل القطع فعلا تحليل صح. وانا اكتر مدرس زي ما قلت لك شفت فعلا بيعمل كده تحليل فعلا، لو بيمسك كلمه كلمه مش بيقرا كده وخلاص. استاذ وليد محسن يعني، زي ما قلت لكم، تمام. وهتلاقي دايما حل القطع كتير. انا عايزك اسمع مدرس بيحل، ما تحلش لوحدك. انت دلوقتي عندك مشكله، مهما تحل قطع مش هتعمل حاجه، مفيش انجاز هتعمله، تمام. فانت في القراءه والنصوص زي ما قلت لك، حلك يا صديقي ايه؟ حلك اتعلم ازاي تحلل القطعه وازاي تحلل النص الشعري. بعد كده لما تدخل بقى في اسئله هيطالب منك، لازم تعرف ايه اللي الاجابه دي هتبقى طالعه من البيت السادس بس. يعني ما ينفعش لو اعتمدت على الابيات التانية غلط. وده هتلاقيها من مفاتيح تحليل النصوص مثلا، تمام. دي كنت متعلمها مثلا من استاذي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. في حاجات مطالب ان انت تلتزم بس بالبيت، مش لازم تلتزم يعني ما ينفعش تبص في كل القطعه او كل نص شعري، تمام. وبقى حاجات كتير من دي. فانت زي ما قلت لك حلك اتعلم تحلل، ده حلك، تمام. والناس اللي بتتخض من القطعه، اللي كل مره يقول لك انا بتخض من القطعه، بتخض من لما بدخل الامتحان. لا، انت كده كده لازم تكون مسيستم نفسك. اللي انت حتى في امتحان ثانويه عامه انت لما تدخل، انت استحاله هتشوف قطعه جديده يعني. ونادرا قوي لو حصلت يعني نادرا قوي تكون حال قطعه في كتاب خارجي وتشوفها في امتحان ثانويه عامه، دي نادرا. فانت لازم تكون مبرمج نفسك اللي انت تكون عارف ازاي الميكانيزم بتاع الحل، بحيث انت اي حاجه تقابلك انت كده كده اصلا عارف الحاجه دي بالنسبه لك ايه. يعني الحاجه دي بالنسبه لك انت يعني جديده، وكده كده مفيش اي صدمه بقى اللي انت اول مره تشوفها. انت كده كده اول مره تشوفها يعني، انت دي حاجه ثابته. انت كده كده اي حاجه تجيلك انت هتكون اول مره تشوفها في فرع القراءه والنصوص بالذات يعني، تمام. فلازم زي ما قلت لك تعرف تحلل، مش لازم تقعد في الحته دي كتير يعني. فاتح اللابتوب معاكم كده، بشوف اسئلتكم. السؤال التاني، بحل كتب كتير، وممكن اطلع غلطات قليله، بس في الامتحان بحس اني بتفاجئ بالاسئله. زي ما قلت لك انت كده كده هتتفاجئ بالاسئله، تمام، لان انت كده كده الاسئله بتكون جديده. فانت مشكلتك هنا مش في الايه يعني، مش في مذاكرتك. مشكلتك هنا في طريقه حل السؤال بتاعتك، واللي انت بتستعجل في حل الاسئله. اكيد بتستعجل في حل الاسئله، اكيد ما بتركز في السؤال، فاهمني؟ يعني بص، يعني انت مادام بتحل كتير وزي ما انت بتقول كده بتحل كتير، فانت مشكلتك كده مش في المذاكره.
الا بقى ممكن تكون مشكلتك في المذاكره، وركز معايا في الحته دي قوي، وكلكم ركزوا معايا في حاجه واحده بقى. انت ممكن تكون بتحل وخلاص، عارف انت بتحل كده ايه، ما بتركزش في السؤال، بتاخدها بالشبه وتحل تحل تحل تحل. هتلاقي، انا بقول لك هتلاقي معظم الاسئله طالعه معاك صح، بس هتلاقي جزء قليل طالع معاك غلط، بتبص فيه وخلاص. لا انا عايزك تمسك كل سؤال زي ما قلت لك، انت بتمسك السؤال، انت مش بتحل هو عايز ايه بس، بتشوف هو عايز إيه. لا انت بتشوف الاختيارات الاربعه، انا اخدت دي ليه، ده ما نفعش، ليه ده ما نفعش، ليه ده ما نفعش. الناس بتفكر دي تضييع وقت. يا جماعه انتوا بدل ما بتحلوا سؤال واحد كده، انتوا بتحلوا مثلا 7 8 اسئله في سؤال واحد. فانت لو جبت، انت لو جبت يا حبيبي كتاب واحد، انت هتحل بيه 7 8 اسئله، كانك حليت 7 8 كتب بكتاب واحد. انت كل سؤال بتحله بتبص له من كذا وجهه نظر، من كذا منظور، بتشوف ده ليه ما ينفعش وده ليه نفع. طب لو هو عايز اعراب الكلمه اللي بعد الكلمه اللي هو عايزها هتكون ايه، طب اعراب الكلمه اللي قبلها. ده يا جماعه الحل الصح. لان دايما بنيجي في ثانويه عامه، انا وحتى هعمل لكم باذن الله فيديو عن يعني زي ايه، زي بروفه كده مثلا ازاي بنبقى في اللجنه، بنبقى عاملين ازاي وبنتعامل مع الامتحان ازاي. انت بتشوف، بتحس السؤال ده جالك قبل كده اصلا، بس مش عارف تحله، او تحس فكرته جديده. من يا جدع ده جالي انا حله، انا حاسس انا حلش ده قبل كده، او نفس الفكره. طب مش عارف احله ليه؟ طب الناس ليه بتحله غلط؟ لان انت، هو دايما بيجيبهولك، دايما الكتب بتسال على المفعول المطلق مثلا، تمام؟ هو بقى الكتب مش متعوده تسال على الحاجه اللي قبل المفعول المطلق او الحاجه اللي بعد المفعول المطلق. الكتب مش متعوده تسال الحته دي. فانت بقى اللي بيحط امتحان ثانويه عامه بيسال في الحته اللي زي دي، هو بيسال في الحتت اللي الكتب مش متعوده اصلا تسال فيها. فانت يعني خدها بقى نصيحه كده واسمع مني، لما تيجي تحل كده كده في ثانويه عامه هيجي لك سؤال شبه انت كنت بتحله. بص، مش هيجي لك سؤال انت ما حلتوش، هيجي لك شبه اللي انت كنت بتحله نفس الفكره، بس بيلف بقى في السؤال وشكل السؤال. فزي ما بقول لك، السؤال لما تحله امسكه، شوفه من منظور كبير كده، اقعد قدامه كده، ده ليه، ده ليه، ده ليه، ده صح، ده غلط، اللي بعدها اعرابها ايه، اللي قبلها اعرابها ايه. ده في النحو وفي القراءه والنصوص، يعني مش عشان بكلمك على الاعراب. ليه ما خدتش ب؟ عشان فيها الكلمه دي والكلمه دي موجوده في البيت الخامس، وبيسال عن البيت السادس، الاختيار ده غلط. ليه ما خدتش ده؟ لان في فرق بين مثلا الفخر مثلا بابناء مصر وحب ابناء مصر، في فرق بين الحب والفخر، بحبهم واتفاخر بيهم، ممكن يكون في فرق بسيط. فانت الحاجات بتبان متشابهه، بس هي مش متشابهه خالص يعني، تمام؟ فتركز في الحاجات دي. النصوص حاسه ان مش افضل حاجه فيها بجد، قلنا حلها يعني، تمام؟ نصيحتي بجد، اسمع الاستاذ وليد محسن طريقه حل النصوص، اسمع وما تكسلش، اسمعها مني، تمام؟ شوف بيحلها ازاي. مش لازم وليد محسن، شوف مدرسك اللي انت بترتاح معاه، شوف اي مدرس على اليوتيوب سمعت له وبترتاح معاه، شوف حد انت بترتاح معاه، شوف بيحل القطعه ازاي. لان المدرسين ما بيجوا يحلوا معاكم يا شباب ما بيحلوش كده وخلاص. معظم المدرسين الشاطرين يعني، وما شاء الله المدرسين كلهم شاطرين، بيقول لك احنا خدنا دي عشان كذا ودي عشان كذا. هو مش بيقول لك دي عشان كذا ودي عشان كذا عشان تحفظ وتكتب وراه ملاحظات، يعني كده كده اصلا القطعه دي انت مش هتجيلك في الامتحان، هو بيحلل لك عشان المدرس عايز يعرفك انت ازاي تحل القطعه. فانت تبقاش قاعد كده زي زي التخت انت قاعد عليها، واللي هو ايه، ماشي ماشي عرفنا ماشي تمام. لا انت شوف المدرس اصلا بيحلل القطعه ازاي. ده الحل، والله ده الحل. انتوا بس ركزوا شويه. العربي بفهم النحو كويس تمام، وبحل وبغلط بحل وبغلط برضه. القراءه والنصوص لازم اغلط فيهم برضه، القراءه والنصوص لازم تغلط فيهم لحد ليله الامتحان. مش لازم قوي، بس يعني بالنسبه لازم هيكون في نسبه. انا لحد ليله الامتحان عادي يا شباب كنت بغلط، يعني في قطع كنت بجيب فيها 5 من 8 و4 من 8 و6 من 8 و7 من 8، اكيد مش تحت الاربعه او الثلاثه مثلا، يعني بيبقى في رينج من 4 وطالع، ده وارد. بس ليه بقى؟ لان بيبقى كل قطعه بيبقى او كل نص بيبقى ليه يعني بيعتمد على مدى الصعوبه بتاعته ومدى يعني انت ممكن سبحان الله كده الفتره اللي جايه تلاقي الكتب بتاعت كتب المراجعه النهائيه كلها منزله قطع او نصوص قراءه ونصوص سهله، كلهم منزلين. يعني انت جايب كتاب حظك، جايب الاسئله كلها سهله، فانت بتحل ومبسوط وبتجيب درجات كويسه، تدخل الامتحان مش عارف احل، تسقط في القطعه او تنقص في القطعه. واحد جايب كتاب صعب وما استسلمش وقعد يحل بجد، يعني قاعد يحل وليه دي صح وليه دي غلط، وحلل القطعه، حلل النص، حلل السؤال، حلل الاختيارات، عمل ده كله. ففي الاخر يعني انا في الاخر لما ادخل الامتحان انا متعود على ليفل صعوبه معين، تمام؟ فبالتالي لما ادخل الامتحان هشوف زيه بالظبط او اشوف اقل منه
مش هشوف اعلى منه، عمري ما اشوف اعلى منه، لو شفت اعلى منه بيبقى نادرا جدا. وانت بص استسلم نفسك كده، ودي هقولها بعدين في فيديو قادم. اللي بيسري عليك بيسري على الدفعه كلها، ودفعتك مش 500 400 واحد اللي حواليك في المنطقه اللي انت فيها، دفعتك بال 700 وال 800 الف على مستوى الجمهوريه. فانت لو قطعه صعبه او الامتحان صعب فانت طمن، لان انت كله عدى بنفس الامتحان ده، وهتلاقي كله جايب في رينج بتاع درجاتك لو انت فعلا حال كويس. انت هتخاف اصلا لو انت الامتحان سهل وانت الحال غلط وعاكك الدنيا يعني، وده هتكلم عنه بعدين يعني. بس المهم انت بتقول بحل النحو كويس تمام وفهمه كويس بس بتحل غلط، يبقى دي مش مشكله بقى يا معلم دي مش مشكله مذاكره زي ما قلت لك، دي مشكله تركيز، مشكله اللي انت ما بتحللش السؤال كويس، مشكله اللي انت بتاخد الحاجه بالشبه، ساعات بتاخد السؤال بالشبه ما بتركزش. تمام. هو والله يا شباب يعني بجد انا دايما كنت بقول لنفسي امتحانات الثانويه العامه، معلش هطول عليكم بقى في فيديو شويه يعني، بس الكلام ده من دهب بجد. كنت دايما بيني وبينكم يعني دايما بسال نفسي قبل ما ادخل الامتحان، لحد قبل الامتحان بتاع الثانويه العامه وانا داخله كنت بقعد اقول لنفسي هي الناس اللي بتنقص جامد دي بتنقص جامد ليه؟ ده انت طول السنه طاحن نفسك، جايب لي في الاخر مثلا مش عارف 85 و70% و80%، يعني ليه؟ يعني مثلا تلاقي 20% دول مثلا ب 60 70 80 درجه كتير، فانت ليه تنقص ده كله؟ بكتشف ان انت لما تدخل الامتحان الشاطر يا ما بيركز يا بيتوتر، حاجه من الاثنين. تمام. الشاطر بقى اللي هو فعلا بقى بعيدا عن شطاره المنهج، الشاطر في الحياه بشكل عام اللي بيعرف يتاقلم مع ده. لان انا لما كنت برضو في الفتره دي كنت دايما بسال نفسي السؤال اللي هو ليه الناس بتسقط؟ في ناس بتسقط حرفيا، وليه ناس بتنقص جامد في المواد، وليه ناس بتعدي بالعافيه وكانت بتجيب درجات كويسه طول السنه، ما بيعرفش يتحكم في نفسه وساعات خوفه من الامتحان بيشتته، ده هتكلم عنه بعدين. تمام. ففي عوامل كتير، فانت شوف ايه العوامل اللي بتخليك مش كويس في النحو، مش كويس في حل القطع القراءه والنصوص وكده، لان اكيد مش بنسبه 100% كل العوامل تبع المذاكره يعني. تمام. انا بعد ما دخلت امتحانات الثانويه العامه كل يعني والله بجد تقريبا كل غلطاتي ما عدا الاحياء، يعني الاحياء كان فيها جدل، كل غلطاتي بلا استثناء كلها بنسبه 95% مثلا كلها عدم تركيز. وكنت كل ما بطلع من الامتحان واكلم كان استاذ الماده كان بيبقى لو عايز يتنرفز عليا، يا ابني انت ازاي غلطان في سؤال زي ده؟ السؤال ده سهل جدا. بس هو بقى ايه، بيبقى زي ما قلت لكم عدم تركيز، تشتت، خوف، الحاجات دي كلها بتاثر عليك، فمش مذاكرتك هي دايما بتكون السبب يعني. ماشي مفيش مشكله الحمد لله. العربي عايز حل كتير وانا ما حلتش غير كتاب واحد، حاسه انه مش كفايه. بصي انا زي ما قلت قبل كده يا جماعه، انا في العربي ويعني العربي دايما ومعظم المواد يعني مش عايزه تشتيت، ما تشتتش نفسك. انا شايف بجد والله بجد كتاب واحد لو حله فعلا باتقان وتركيز وتحلل السؤال، تمسك. انا كل شويه بعيد على حته تحلل السؤال، لان والله يا جماعه دي اللي بتفرق طالب شاطر عن طالب خايب. يعني هو كتب الامتحان وكتب كتاب التفوق وكتاب الامتحان ومش عارف كتاب مندليف والكتب العملاقه دي ما بي يعني الناس كلها بتحلها، الاوائل بيحلوها والناس المستوى المتوسط بيحلوها والمدرسين كل المدرسين بتحلها. ايه اللي بيخلي في اخر السنه واحد يجيب مجموعه واحد ما يجيبش؟ ما هو واحد كان قاعد على الكتاب مش مركز بيحل وخلاص، واحد قاعد على الكتاب عشان الاستاذ طالب منه الواجب ده فبيحل عشان عايز يخلص من واجب الاستاذ وخلاص، واحد قاعد عشان يرضي ضميره مش اكتر، واحد قاعد في فئه ولا في واحد قاعد عشان عايز يطلع من ال 50 سؤال دول ب 50 فكره، وعايز يطلع اللي هو مش حل ال 50 سؤال، عايز يطلع كأنه حل ال 200 سؤال، بيطلع اسئله من الاسئله حرفيا. يعني انت بتطلع اسئله من الاسئله، فده اللي بيفرق الناس. الكتب كلها متوفره لكل الطلاب اللي زيك، وكل المصادر متوفره لك متوفره لزمايلك. اللي بيفرقك تركيزك واهتمامك بالاسئله واهتمامك بالماده. كتاب واحد وكتابين دي والله ما بتفرق. انا في كتب جبتها وفعلا كنت برضو كان عندي وسواس من الموضوع ده، كنت باجي بقول لنفسي يعني ايه، لا انا مثلا ازاي اجيب كتاب واحد في الماده دي؟ مش هينفع ومش عارف ايه. كنت بجيب اكتر من كتاب كنتش بحلهم. انا في كتب كتير جدا كتبتها في المراجعه النهائيه، ودي غلطه من الغلطات اللي انا عملتها بصراحه. جبت كتب كتير وما حليتهاش يعني بعد ما جبتها اكتشفت وانا ببص في الكتب اللي هو انا لسه حل الافكار دي وبحل نفس الافكار دي في الكتاب الثاني. طب انا استفدت ايه؟ طيب تضييع وقت. فانا لا، انا اجيب كتابين واهتم بيهم وخلاص، شكرا، اهتم بافكارهم وخلاص يعني.
تمام. العربي مش محتاج كتب كتير يعني، العربي محتاج بس زي ما قلت لك تركيز بس وانت بتحل يعني، ان العربي معظمه مش افكار خزعبليه يعني زي الكيمياء والفيزياء والحاجات دي. النحو اكتر حاجه بحط فيها مجهود وفي الاخر بتبقى درجاتي وحشه. وفي الشوامل ممكن لو امتحن على درس لوحده ممكن اجيب 6 او 7، وفي الامتحان بجيب نص المجموع يعني. بص انا عايز اقول لكم حاجه في نهايه الفيديو. السؤال ده كويس يعني. انا في الاول كنت بتضايق لما بنقص، تمام. في اخر السنه كنت بفرح لما بنقص. دي حاجه غريبه بس دي حاجه حقيقه بجد يعني. يعني انا كنت بقلق لما اقعد احل اسئله كتير 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 وتبقى كلها صح، كنت ببقى فرحان بس جوايا حته قلقانه اللي هو ايه، ممكن الحاجات اللي حليتها دي كلها ما يجيش منها فكره. يعني في فكره موجوده في الكتاب ما تحطش منها سؤال، فالسؤال اللي ما تحطليش ده هيجي لي في امتحان ثانويه عامه وانا كنتش مركز عليه عشان ما حليتش عليه اسئله كتير او الكتاب ما حطش عليه اسئله، فبالتالي هنقص فيه. فاصلا انا كنت بجد في اخر السنه لما باجي وانقص كتير، مش كتير قوي يعني، برضه بيبقى ليك رينج معين بتبقى ملتزم بيه لما بتكون بتنقص فيه بيبقى كويس يعني، تمام. كنت باجي لا لو انا بنقص كتير فدي حاجه كانت الى حد ما على قد ما كانت بتزعلني سنه بس كانت بتفرحني برضه. ليه؟ لان انا يعني انا لما احل 100 سؤال اطلع منهم ب 30 سؤال غلط، انا طلعت ب 30 جزئيه ما كنتش مذاكرها كويس. تخيل انت بقى بتحل بتطلع من كل 100 سؤال ب 30 جزئيه مش مذاكرها كويس. انا بقول لك انت لو بتبص في الاسئله دي بضمير، وانا بقى متاكد ان دي غلطتك اللي كاتب السؤال ده، انت لو بتبص في الاسئله انت غلطان فيها بضمير وبتراجعها، مش بتبص فيها بصه كده وخلاص، لا بتبص فيها وتفتح الدرس وتشوف الملاحظه دي او المعلومه دي كانت موجوده فين وتراجع الجزئيه دي تاني. لو انت بتعمل كده انت عمرك ما تغلط، بجد عمرك ما تغلط. انت اللي كاتب السؤال اكيد مثلا بتحل ال 100 سؤال بيطلع لك 30 غلطه مثلا او 50 غلطه حتى، بتبص فيهم بسرعه وبتقلب اقلب. والدليل ان انت ممكن انت نفسك او اي حد يحس اللي هو ايه، في سؤال او في فكره حلها في كذا سؤال وغلط فيها كذا مره. ما هو بقى الغلطه بتيجي من هنا يعني. انت ليه اصلا بتحل اسئله كتير؟ انت بتحل اسئله كتير عشان لما تلاقي غلطه عندك او تلاقي عندك في فكره ساقطه بتذاكرها وتعدي. ما انت عايز تنجز نفسك بقى.